السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة وصفة جميلة ظريفة خفيفة. تعالوا نشوف. هنعمل آيس كريم في البيت والأول مرة أجربه. هل نشوف بقى هي تجربة ناجحة ولا تجربة فاشلة ولا تجربة نص ونص؟ أنا هقول لكم على الحقيقة. طبعا والدتي كانت بتضرب مثل زمان بتقول: شراء العبد ولا تربيته. ال شِرا الآيس كريم من برّه، هو طبعًا الطعم بتاع برّه مش زي بتاع البيت. بتاع البيت طعمه ابن ناس، بجد يعني ابن ناس أوي. شُفتِ لمّا بتجيبي الآيس كريم من مكان فخم بقى كده، مش غير اللي برّه ده كده أو في السوبر ماركت، لأ، 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 المحلات المتخصصة في البيع الآيس كريم، بس اللي ابن ناس أوي. تحسّي بقى الآيس كريم اللي أنا عملته ده ولادي بيقولوا لي: "ابن ناس أوي يا ماما." الناس كلّها عملت شوكولاتة، عملت فانيليا، لأ إحنا بقى مانجا. إحنا هنعمل آيس كريم بطيخ، ونشوف التجربة تستاهل والّا ما تستاهلش. طبعًا أنا من عشاق البطيخ، سموزي بطيخ على رأي ولادي، عصير يعني بس متلج. فإحنا دلوقتي قطّعنا البطيخ، هنشيل البذر اللي فيه ونعمل منه سموزي ونعمل منه آيس كريم. أنا بقى دلّعوا البطيخ، تعرفوا تقولوا اللي ما لاقيش دلع وما يتدلّعش يبقى حرام عليه، فإحنا هندلّع البطيخ. هنعمل منه الآيس كريم الجميل اللي إحنا هنشوفه دلوقتي، وهنشوف طلع جميل تجربة تستاهل والّا ما تستاهلش. السموزي رائع، رائع، رائع. أمّا البطيخ هاقول لكم فيه الحلو وهاقول لكم إزاي نعمله أجمل وأجمل كمان. مش شرط معلقة آيس كريم، هنوقّف حالنا عن معلقة الآيس كريم. أنا أساسًا نسيت أجيب معلقة الآيس كريم، فأنا عملته زي ما أنتم شُفتوا كده عادي خالص. أبسط الحلول، ما نوقّفش ولا نعقّد نفسنا. دلوقتي ملّوكة اللي كانت واقفة بتعمل آيس كريم. شِلنا البذر، هنجيب بقى الأكياس نحطه، بس تحطي بقى البطيخ كل قطعة بجوار الأخرى، علشان ما يعملش تلج، لإن البطيخ عايز يسقع فترة طويلة أوي. يعني البطيخ عايز، لإنه مميمي وفيه ميمية كتير وفيه مَيّة كتير، فبالتالي مش عايزين تلج زيادة. الآيس كريم التجربة اللي أنا عملتها اللي هي يعني ممكن تتكرر. يعني بُصّوا ما توقّفوش حالكم. يعني عندِك حتّة بطيخ باقية، يعني ما تشتريلهاش، فاهمينّي؟ عندِك شوية كريم شانتيه باقيين. أمّا أمّال إن أنتِ هتعملي الآيس كريم في البيت وتجيبي بقى البطيخ له والحاجات دي كلّها، لأ، 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 مُكلِّف، مُكلِّف، مُكلِّف. هنا بقى حبّينا نجيب لون طبيعي من البيت، ما نجيبش الألوان الطبيعية ديّة اللي هي الألوان اللي بنلوّن بيها ديّة بتدّي لون ده، ألوان الغذاء ديّة لأ. فحبّيت نجيب، شُفنا بقى طبعًا الشيف الكبيرة اللي هي عملتها كده، طبعًا طحنا السُكّر، مش عايزة أذكر الاسم. فال طحنا السُكّر وجهّزنا الكركديه وصفّينا الكركديه عشان نغيّر لون البطيخ نخلّيه اللون الجميل اللي أنتم هتشوفوه معايا دلوقتي. حطينا دلوقتي الكريم شانتيه على المَيّة بتاعة الكركديه، نُص كوباية غلينا الكركديه وصفّينا المَيّة بتاعته، خدنا ما فيش نُص كوباية، وحطيناه على الكريم شانتيه وضربناه. بعدين هنبدأ بقى نضرب البطيخ كمان. كريم شانتيه أهو ملّوكة بتورّيكم كريم شانتيه مع مع الكركديه، وجبنا البطيخ بقى متلّج زي ما أنتم شايفين أهوّة، وهنضربه عليه. هنسيب بقى شوية هاورّيكم برضه بعد كده، لإن عملناه سموزي بطيخ جميل أوي، عصير بطيخ متلّج. أعرفوا المعلومة ديّة من ولادي سموزي. هنحط بقى البطيخ بقى المتلّج أهو، شايفين؟ الحاجات الجميلة اللي بتنفع في الآيس كريم، المانجا، الفانيليا. أنا حطيت كريم شانتيه بس مع الحاجة. شُفت أصدقاء معانا كتير عملوا المهلبية وسابوها تبرد، وكانوا جميل، جميل، جميل. صحابي عملوه جميل، طلع ممتاز، ممتاز، ممتاز. يعني قناة دودو إبراهيم عملته ما شاء الله تبارك الرحمن، وميرو عملته برضه كان حلو أوي، أوي. فما شاء الله تبارك الرحمن دودو عملته ممتاز، ممتاز، ممتاز. الآيس كريم البورسعيدي، فما شاء الله تبارك الرحمن. أنا جرّبته برضه بطريقة تانية أهوًا. هنا بقى الكريم شانتيه مع مع الكركديه مع البطيخ لمّا اتضرب،
فالبطيخ فيه مَيّة كبيرة كتير أوي، شايفين؟ هاعمل لكم بقى المانجا هيبقى جامد ومتماسك ومطّاط بقى كده، مَط كده فيه المَطّة بتاعة المانجا كده. شوفوا المانجا، هتشوفوها دلوقتي وأنا باعملها. جِبت المانجا مع الكريم شانتيه وال هنا شايفين البطيخ فيه كمية تلج إزاي؟ ما شدِّش ومَط زي المانجا كده، زي ما أنتم شُفتوا المانجا في الأول. هنا بقى مكعبات المانجا لازم يكون كل حاجة من الفريزر، لازم الآيس كريم لازم كل حاجة تبقى متجمدة. المانجا خطيرة، قطّعتها مكعبات وجِبت الكريم شانتيه ومعلقتين لبن بودرة، ما حطيتش مَيّة ولا حطيت لبن ولا حطيت أي حاجة، بس كانت زي ما باقول لكم بنت ناس، آيس كريم متكلّف، مش زي اللي بناكله برّه خالص. هنا بقى الكريم شانتيه، كوباية كريم شانتيه على نُص كيلو المانجا المكعبات دي، ومعلقة لبن بودرة واحدة بس، فطلع خطير، خطير، خطير. جرّبوا المانجا بس كده وهيبقى حلو أوي على ضمانتي. أمّا البطيخ هتجرّبيه بس يكون متلّج أكتر من كده، ويكون عليه كريم شانتيه بس، ما تضيفوش. شايفين المَطّة بتاعة المانجا بقى؟ واللون بتاعها كان جميل، ما كانتش محتاجة أي حاجة، لا ألوان غذائية ولا ألوان طعام غذائي ولا أي حاجة. اللهم بارك المانجا طلعت خطيرة، كريم شانتيه مع المانجا بس، وبألف هنا وشفا للي ياكل، ويا رب يعجبكم ويا رب ينول رضاكم. طبعًا إحنا داخلين على ال10 أيام الأولانيين من ذو الحجة، يا ريت نبدأ بقى الاستغفار، نبدأ الصلاة، نبدأ قراءة القرآن، الصلاة في الميعاد بتاعها، اذكروا الله. واستغفروا ربنا وأيام جميلة. اقروا القرآن، نبدأ بقى كده من النهاردة إن إحنا نبدأ بقى جزء جديد، والصلاة على النبي كتير قوي، والاستغفار ربنا نكون في طاعته يا رب ودايما في رضاه، ونكون صحبة إن شاء الله السنة الجاية على جبل عرفات. اللهم حجة قريبة يا رب عاجلا غير آجلا، وعمرة يا أرحم الراحمين، للكل يقول آمين يا رب العالمين. اللهم رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رددوا في الأيام الأوائل من ذو الحجة دي، رددوا على طول الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. الاستغفار دايما في ال10 أيام دول، ربنا يغفر لنا ويسامحنا ويرضينا حتى نرضى، ويوسع رزقنا، ويوسع رزقكم جميعا يا رب. ادعوا أمين ورايا وقولوا أمين. ربنا يوسع رزقكم ويرضيكم. هنا بقى هنحط الكيس عشان ما يجيش فيه تلج، بس جربوا المانجا على ضمانتي هتبقى حلوة قوي. شايفين؟ وبدون معلقة آيس كريم طلع ما شاء الله تبارك الرحمن زي الفل، بألف هنا وشفا. وتجربة حلوة بس مكلفة قوي قوي. أما لو كان عندك في قلب البيت، يعني شوية كده وشوية كده، المانجا عندك في الفريزر، يلا بقى ادعوا كده واستغفروا رب